هقول لك 5 اخطاء كل مبتدئ بيعملها في تصميمه. بارت 5. خليني هنا اتكلم عن اهم حاجه بشوف مصممين كتير مبتدئين بتقع فيه ومش بيكونوا مدين لها اهتمام، مع انها اهم حاجه في التصميم، وهي انك تعمل محاذاه او الاينمنت. المصمم المبتدئ بيخلي العناصر مش متساويه، او بمعنى اخر مترصصه بشكل عشوائي، وبتخلي التصميم وكأن شخص هاوي هو اللي عمله، ودي اخطر نقطه لانها هتخلي تصميمك ما يتشافش اصلا لان ما فيهوش تنسيق. الحل انك تستخدم خطوط استرشاديه زي الجايد او الجريدز، تقدر تستخدمهم في اي برنامج انت بتصمم عليه. يعني عندك مثلا التصميم ده محتاج شغل كتير قوي. اول حاجه هي البادنج. لو نشتغل على مساحه 1080 للتصميم بنعمل مربع بمساحه 500 بكسل في 500 بكسل وبنحطه في الزوايا ونحط الجريد لاينز بتاعتنا بالشكل ده هيساعدنا ما نخليش العناصر والكلام يلمس الحواف للتصميم بتاعنا، كانها كده خطوط امان. تاني حاجة هي الالاينمنت نفسه، لازم نحدد مساحات فاضية ونستخدم القياسات دي بشكل موزون ومترتب. احسن كتير مش كده؟ عيش بقى حياتك يا صديقي، وكل ما تعمل تصميم وظف الجريد عشان يساعدك تطور من شغلك اكتر، وضيف شوية تفاصيل. فوالا، بس كده. بس يا صاحبي كده انت فهمت ازاي تعمل الاينمنت. ما تنساش بقى تعمل لي فولو وترجع للفيديوهات اللي فاتت، تقول لي ايه اكتر خطأ انت كنت بتقع فيه، وقول لي برضه حسنته ازاي. كان معاك ستيفن ميراك، سلام يا صاحبي.